السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بنتي؟ يا قصة منك لا يا بنتي، يا مخبز منك لا يا ولا اسكت يا ولا بقولة امك ده انا مشغلة الاولى النهارده. المهم يا ولاد انا جايلكم يا بنتي، ارفعي الاولى شوية يا بنتي يخرب بيتك. المهم يا ولاد انا جايلكم بفيديو الترند اللي مكسر الدنيا النهارده. ايه يا بنتي يا ابو حاجة فاكر اللي ترند ده والمصحف؟ ايه انا مش فاهمه من كام سنه كده المساوله دي. المهم الترند يا ولاد اللي مكسر الدنيا. ايه بقى الترند اللي مكسر الدنيا؟ تفتحي التلفزيون، خلي الواد يشكو، تفتحي التلفزيون تلاقيه، تطفي التلفزيون تلاقيه، افتحي اللفلافون تلاقيه، اطفي اللفلافون تلاقيه، يعني كل حاجه تلاقيه. ايه الولا بتاعك توصل؟ صدق بالله انا كنت بحب التوصل، دلوقتي بحبك انت. انت ايه يا راجل اللي انت؟ اختشي على نفسك يا راجل، اختشي على نفسك وعيب. ايه اللي انت بتقوله وايه اللي انت بتعمله ده؟ شوف بنت بخبس والولا ياسين. طب هقول لكم على حاجه. طب يعني تعال نعمل صفقه كده مع بعضينا. يلا انا حاطه رجل على رجل اهو، تعال نعمل صفقه مع بعضينا. ايه هي الصفقه؟ البنت بغبة خدوا تصوروا معاها حتى يعني ايه صوره تذكاريه كده. بكام يا بنتي يا بغبس؟ عايزه الصوره بنص جنيه ولا بربع جنيه؟ مش مهم، يعني اللي انتوا تدوله انا موافقه بيه. المهم انها تجيب فلوس وخلاص، هتعجبكم البنت بقى. والولا سمسون وحش الكون ده، وحش الكون. الولا سمسون وحش الكون قاعد باصص لي اهو. يمسح المحل وادوله 5 جنيه. 5 جنيه اهو. ونطلع انا بقى نيجي نقول حرام دي عيالي متسلطين في محل التسالي، ونطلع تلند. طلعت الفكرة حلوة صح؟ والنبي فكرة حلوة. انا مش فاهمة بقى ده، والله عظيم ما فاهمة ايه موضوع التوسلي طب بصوا بقى، انا سمعت له اغنية وهو بيعملها مع ابن شعبان عبد الرحيم بيقول ايه؟ از وجلي از وجلي كلنا ولاد 9. الناس كلها ب9. يعني انا عايزه نفهم، كلنا ولاد 9 الناس كلها ب9 يعني ايه؟ يعني ازاي؟ ايه علاقه كلنا ولاد 9 الناس كلها ب9؟ يعني هو بدل اغنيه ايه يا بنت بتقول انت شوجلي انت شوجلي، بدل دي قام هو عاملها از وجلي. شفت؟ خد ايوه والله. اه والله هي از وجلي دي انا بقول حاجه. يا بنتي خلي بيت قولت امك كده. ايوه والله. طب بصوا بقى، وسمعت له كمان بقى لقاء مع الاستاذ اللي هو مع ابن استاذ شعبان عبد الرحيم. بيقول له ايه؟ بيقول له الله، ابن الولد بتاع الكوسل بيقول له ابن شعبان عبد الرحيم، بيقول له الله الجاكيت بتاعك ده جميل خالص عاجبني والله. اما قال له طب اتفضل. اما قال له الله والجزمه كمان بتلمع جميله وعجباني. اما قال له طب اتفضل. قال له طب والبنطلون عاجبني. ما قدرش يقول له اتفضل، مش قادر يقول له. قال له اقلع اقلع والله اقلع والله. انا عامل له اقلع يعني بجاحه. انا اسفه ان الولد ده بيجح. والله ولا سوسن بيجح والله. وكمان بقى المذيعه بتعمل له ازاي؟ في حد تاني يكلمك غير الفنان كذا والفنان كذا والفنان كذا؟ لا كتير قوي. انت فاكر نفسك مسرور ولا ايه؟ يا نهار اسود. طب هنقول لكم حاجه. شفت الدبانه فين واقفه على السقف ازاي؟ مش عارفه نعمل ايه، مش عارفه. انا جبت لص للدبان ده وبرده ما طلعت، قعدت طلت فوق كده على السقف بالبتاع كده، والدبان برضه. وكان في دبانه هيك، دبانه كبيره واقفه فوق على السقف. نتيل كده نتيل برضه. مش عارفه انا ليه بنخرج بره الموضوع، مش عارفه ليه بنخرج بره النص، مش عارفه. المهم يغني يقول ايه بقى؟ في مذيعه قالت له ايه بس غسلته. المذيعه دي بصراحه شابولك، شابو يا ست التل. قالت له ايه انت عايز تغني؟ قال لها عايز اطلع مغني وانا ماليش نفسي اغني. قالت طب غني لي كده. قام غني لها. يا لهوي فلجت عليه الدنيا، فلجت عليه الدنيا بمعنى اصح. قالت له يعني انت راضي كده عن نفسك؟ قال لها ايوه طبعا راضي عن نفسه. وبيتكلم بثقه وبغلول ومناخيره فوق في السما كده. انا مش عارفه ازاي، يعني انا مش عارفه ليه مناخيره فوق كده في السما. المهم يعني الراجل ده غريب.
شفت له بقى لقاء انا كده مع مذيعه في الشارع بتقول له يا استاذ هو حضرتك متجوز؟ ما بيردش. يا استاذ هو حضرتك متجوز؟ ما بيردش خالص. يا استاذ هو حضرتك متجوز ولا ايه بالظبط؟ ايه حياتك؟ قال لها ايوه طبعا مش هتتزوج. الراجل ده ولا امي، والست فتاتات هتوصل للامي لغايه ما تعرفي. ايه هنعرف ولا ايه؟ بنت يا بغبش، تعالى يا بنت يا بغبش، تعالى يا بنت يا بغبش هنا يا بيه، تعالي جنب الام هنا. السق يا نهار اسود، امشي يا بنت يا بغبش، امشي يا بيه. يا سواد السواد يا بلوش دي، فرحانه قوي ده بغبش، افرح يا اخويا. طب والله العظيم انتوا لو خدتوا الاثنين الكلود دولت والله العظيم هتعملوا بيهم احسن تلينجات. مش الولد بتاع والولد بتاع الكسلي وانتس ويجلي وانتس ومسجلي ويقول له انا حابب الساكت وحابب القدسي وحابب ايه قله الادب. ولا شفتوا المذيعه مش المذيعه المخنيه ده، المخنيه البت الحلوه اللي جسمها جسطه وملبل دي اللي بتقول معيط كده مطبطبه عليه؟ شفتوها؟ انا شفتها قامت مطبطبه عليه كده. بعد ما خلص اللقاء قال انا عايزه اتجوز البت الجسطه دي. يا نهار اسود، يخرب بيتك يخرب بيتك على بيت سحنتك الصفرة. اتلمي يا ولا، اتلمي يا ولا واحترم نفسك كده. ايه دي الرجاله ماتت في حرب 73 ولا ايه؟ وانت يا اختي احتسمي شويه، يعني المفروض تحتسمي نفسك شويه، مش تروحي ببنطلون جلد كده وحاجه اخر مسخره واخر اللي اتأدى. البنت بس عماله ترقص، هي نفسها تطلع رقاصه، مش عارفه ليه. انا مش عارفه، نفسي نقدم لها في الاذاعه والرقص، مش عارفه يعني. اتنين في واحد، والبنت مرمى تلم النكته والولد سوني يطبل وانا ناخد الفلوس. يا سودي يا يخرب بيت ضبك. المهم يعني انا الموضوع ده استفزني، فقلت اما اطلع اتكلم عنه لان هو موضوع في غاية الاهمية، واخد تلد جامد جدا. انا عايزه النف، انا حاسه ان انا مناخيري خنفت كده فجأة. يا نهار اسود، هلف قدام الناس هنجلفهم معايا اكتر ما هم مجلوفين من السحنه بتاعتي ولا يا بغلش يا بغلش طب بص انا هنعمل اغنيه للبت بغلش، استنوني بقى في الفيديو الجاي هنعمل لهم بغلش بت يا بغلش ويا زنب يجوز. يلا بقى يا بت قشطه، طولت عليكي بس ضحكتك شويه. حبيت نتكلم عن الترند اللي طالع اليومين دول اللي مكسر الدنيا. لا وفي ترند بقى جاي تاني هنكلمكم بالفيديو في التاني. يلا اشوفكم في الفيديوهات القادمة وتصبحوا على خير ولا صباح الخير، مش عارفه حسب بقى التوقيت اللي انتوا بتشوفوني فيه، شهيصوا فيه نفسكم. يلا ثانك يو ازواجي انت شواجلي يا ولا مش يا ولا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.